مرشد، لو انا رابط شهادات في البنك اعمل ايه عشان ما ابقاش خسران بسبب التضخم؟ حلو السؤال ده، عجبني. تعال اقول لك، لو رابط شهادات في البنك بايا كان المبلغ وبتطلع لك فوائد، حاول ان انت ما تصرفش العائد ده اللي بيجي لك كل شهر حتى لو كان 100 جنيه الا للضروره. تاني حاجه ودي مهمه جدا، انك تحاول تستثمر العائد اللي بينزل لك كل شهر في ايا كان الوعاء الاستثماري. تستثمره بقى في البورصه، تستثمره في صناديق استثمار اسهم، صناديق استثمار نقديه تشتري بيه سبائك ذهب صغيره، او لو حتى عايز تدفع بيه اقساط شقه او عقار انت بتشتريه. اهم حاجه في الموضوع ان حضرتك تعيد استثمار العائد اللي بينزل لك من الشهادات عشان ما تبقاش خسران. ونصيحه، اوعى تسمع كلام حد بيقول لك خد قرض مضمن او سكيورد لون على شهاداتك وارجع اربطه شهادات تاني، لان الكلام ده غلط تماما. القرض المضمن او السكيورد لون ده ليه حالات معينه ولازم تكون حاسبها صح بنسبه 100%. ولو عندك اسئله زي هشام ابعت لي وهجاوب عليك في الفيديوهات اللي جايه.